السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل وصباح الخير والبشائر الحلوة اللي معانا دي. دول ما شاء الله عليهم 6 بطات لونهم أبيض، كانوا طالعين لي من الرقد البطة البيضة. طبعا نزلت لكم الفيديو اللي فات وحكت لكم قصة هي ليه البطة جابت 6 بطات فقط، وكان ايه السبب. لان احنا لازم نتعلم من الاخطاء اللي بتحصل عشان ما تبقاش تتكرر عندنا تاني. يا ريت لو كانت كتير جدا جدا الفيديو. هنشوف الفيديو بتاعنا ماشي ازاي، هنفطر الطيور. ويا ريت لو مش مشتركين في القناة تشتركوا معايا عشان يوصلكوا كل جديد وكونوا اول من يشوفوا الفيديوهات. هنا طبعا انا عشان احضن البط، لان انا سألت عنه في تحضين الوقت الحالي اللي احنا فيه ده، يعني نعمل ايه يا مشاهد؟ نشغل كهرباء ولا ما نشغلش؟ هقول لكم حاجه يا جماعه. كل حد فينا، يعني كل واحد فينا عنده بط او فراخ عايز يربيها او يحضنها، سواء صيف سواء شتاء سواء في الخريف سواء في اي وقت، على حسب الجو اللي عند حضرتك. الجو بقى حر جدا، اكيد مش هيكون الجو عندك حر جدا وتروح تشغل لهم لمبه. مش هيكون الجو برد جدا وسايباهم من غير لمبه دفى. يعني فده المقياس اللي احنا بنتعامل بيه بقى، سواء صيف سواء شتاء. يعني حضرتك بتتعاملي على حسب الجو. انا هنا عشان الجو بقى ايه، الجو ساعة بالنهار حر وساعة بالليل بيبرد خالص، وساعة يوم هوا بالنهار وساقع وكده. فانا قلت خلاص انا هكمل ان انا استقبلتهم على لمبه اللي هي لمبه تدفئه، بس مخلياها عاليه بعيد عنهم كده حوالي شبرين ونص. وبحضنهم برضو في كرتونه اللي حضراتكم شفتوها، يا دوب كده على قدهم وعلى في 23%. وبتجيب لهم استقبال من البيطري، بيدي لحضرتك استقبال. وباكل طول النهار كده، وباجي بالليل بقوم رايحه مدفيه لهم الكرتونه، ومفيش اكل ومفيش ميه، وعامله لهم كرتونه تانية للتبييض، اقوم حطاهم فيها وقافله عليهم الكرتونه وسايبه فيها فتحات بسيطه جدا جدا بس للتهويه. انما لو الجو برد جدا مش هينفع تبيتي بالليل من غير كهرباء، على الاقل اول اسبوع، على الاقل اول اسبوع. يعني حضرتك بتتعاملي على حسب الجو اللي عندك. ناس كتير ممكن تقول ايه، ممكن تقول طب ان احنا نشغل لمبه وبعدين نرجع نبردهم بالليل من غير لمبه، وبعدين نرجع الصبح نشغل لهم لمبه، ده هيأثر عليهم. انا بصراحه انا بتعامل كده من سنين، ما اثرش عليهم ولا اي حاجه خالص. ليه؟ لان هم اصلا طبيعتهم يعتبروا بلدي، يعتبر بط تحت مسميات البلدي، طلع عندك راقد، فبتكون مناعته كويسه وبتحمل معاك كل الظروف. فده ما بيأثرش عليه. الا لو كان بيأثر عليه كنت يعني غيرت اللي هو طريقة التحضير والتعامل معاهم. فالتعامل على حسب الجو عند حضرتك. دي ايه بقى؟ دي دفعة بط تانية وفراخ اكبر بقى شويتين 3 كده. كانوا طالعين لي من الرقد برضو ما شاء الله عليهم. ربنا يبارك لنا فيهم ويرزقنا منهم خير يا رب، اللهم امين. هنا لسه بياكلوا معايا علف 23%، لان ما بغيرش العلف غير بعد 21 يوم او 23 يوم اقصى حاجة. لازم تعللهم المية كده، ولازم المية الافضل انها تكون في سقاية علشان ما يعملوش فضلات في المية. لو حطها في وعية كده واسعة بيعملوا فيها فضلات وبيشربوا منها، وبترجع تجيب لهم كشاشان وموت مفاجئ، وتجيب لهم اسهالات ونزلات معوية. فاحنا في غنى عن كل ده. طب بعد ما يكبروا شويه هشيل السقايه خالص وهحط لهم في وعايه، بس هكون حريصه ان انا اعمل ايه، اغير لهم الميه مرتين 3 في اليوم. يعني الشويه بتوع الصبح اجي في نص النهار اغير الميه، واخر النهار، عشان بيعملوا فضلات في الميه فبيرجعوا يشربوا منها، فده بيأثر عليهم. هنا بقول لكم لو عايزين نوسع لطيورنا بنوسع برضو على حسب المكان المناسب وحجم وعدد الطيور اللي عندنا. هنا انا كنت وسعت عليهم بقى خلاص، وما عادش ينفع ان انا اسيبهم في البوكس اكتر من كده زي ما قلت لحضراتكم قبل كده. فدي برضو على حسب رؤية حضرتك، يعني على حسب ما بشوف. ممكن مثلا يكون 10 بطات معايا يفضلوا مثلا لحد عمر شهر في البوكس، ممكن يكونوا 30 بطة معايا هم اخرهم اسبوع في البوكس او 10 ايام. ليه؟ لان العدد كبير والبوكس صغيرة. انما لو العدد قليل هيفضلوا عندك يتربوا في البوكس مدة طويلة. فهنا بيكون التعامل وسع المكان، بنوسع المكان واحده واحده، ومكان اهم حاجه يكون فيه نشاره وبنزل لهم شمس. هتاخدي تربيه بط الكل يحلف ويستعجب بيها. هنا انا جيت افطر البط اللي هي المجموعه دي، المجموعه اللي انا سبتها للشغل الجديد يا جماعه. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا منها خير ويرزقنا منهم رزق حلال طيب يا رب. وما قدامهم حوالي 3 اسابيع ويبداوا يشتغلوا.
او شهر بالكتير، يعني هما 3 اسابيع او شهر بالكتير. انا ما بستعجلش على البط عندي، بسيبه يبيض براحته. وقت البطه بيض على 5 شهور ونص، بيض على 6 شهور ونص، 6 شهور، 6 شهور واسبوع عادي، لان مش كل بطه بتكون زي التانية. يعني دول ما شاء الله عليهم تقريبا كام 6 نوتين، مفهوم. بس نتايه واحده مش من دورهم، حتى هتلاقوا لون وشها مختلف، لونها اسود اهي ولسه وشها ما احمرش، او اهي اللي دماغها اسود خالص ده النتايه ده. وسايبه معاهم هنا ذكر اهو، انما الباقيين كلهم هتلاقوا دماغهم ابيض ورقبتهم بيضه، سبحانك يا اللهم طالعين كده شكل واحد. فاللي هي لونها مختلف دي اصغر منهم بشهر، يعني هتبيض بعدهم بشهر. فانا قلت هسيبهم، بجربهم للشغل الجديد وبجربهم للركود، ولازم اجرب اول وش معاهم وبعد كده احكم على التجربه، هل ال6 نوتي كلهم نفع في الركود، ولا ممكن استبعد 2 منهم واكتفي ب4. ممكن يعني اكتفي ب5 واستبعد واحده لو طلعت ركودها مش حلو، فضلت بقى تفصل في البيت كتير، ان هي رقدت وما طلعتش البيض، رقدت وكسرت البيض، رقدت وكرت البيض لا قدر الله. فهنا بتكون الحالات اللي بنختار فيها البطة. بس بالنسبة لي الحمد لله، الحمد لله، عشان اكون برضو صادقة ووافية معاكم، كنت الاول او ما كنت ببتدي زمان لسه ان انا اسيب امهات جديدة من سنين، كان ده بيحصل معايا كتير، وكنت اذبح البطة دي واسيب البطة التانية. انما لما اتعلمت من الاخطاء اللي كانت بتحصل، فدلوقتي الحمد لله ممكن اسيب ال6 نوتي، تلاقي ال6 نوتي يشتغلوا كويسين زي الفل. ممكن استبعد واحده، ممكن ما استبعدهاش. ليه؟ لان ما شاء الله بغذيهم كويس وبهتم بالغذاء بتاعهم. دي ايه بقى؟ دي مجموعه تانية، بس المجموعه دي شغاله بالفعل عندي، شغاله بالفعل، حطاهم في اوضه تانية ومعاهم برضو ذكر، لحد ما ابتدي الاقي فيهم بطه بدات تبيض، اقوم شايلاها وعازلاها مع ذكر تاني في اوضه لوحدها، او بطتين او 3، اقصى حاجه للذكر 3 بطات، وبعزلهم كده في الاوضه واعمل لهم عشوش للبيض ويبداوا يبيضوا، يخلصوا ركود اشيل الذكر من المكان. هو ده التعامل يا جماعه. طب هما بيصرفوش عليك يا مشاهد؟ بيصرفهم، دول هيصرفوا اكل ودول هيصرفوا اكل يعني، بس الحمد لله ربنا يكرمنا ويوسع ارزاقنا ويرزقنا منهم رزق حلال طيب. طول ما احنا بنسعى بالحلال ربنا هيكرمنا ان شاء الله باذن الله. دي الفراخه هي بقى ايه، دي مجموعه الفراخ اللي هي كبرت معايا ما شاء الله عليها، بس لسه برضو الديوك بتاعتها مش هذبحها دلوقتي، سايباهم يكبروا شويه. في حد في الفيديو اللي فات قال لي يعني ايه قلتي يجهلوا شويه؟ يعني يجهلوا دي يعني يكبروا ويبقوا جاهزين للذبح والاكل يعني. باكلهم هنا خلطه واحده، باكل منها كله، البط اللي على وش بيض والبط التسمين وكله. انا ذبحت بط التسمين زي ما حضراتكم عارفين، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كان جايب وزن فوق الممتاز. كان نفسي والله الميزان عندي كان شغال، بس انا عايزه لسه اجيب ميزان جديد عشان كنت اوزن لكم ان شاء الله باذن الله. احطه في الخطه عندي. الموازين دلوقتي سعرها بقى عالي جدا، لو حد يعرف ميزان يكون سعره مناسب مش عالي قوي يكتب لي برده في التعليقات، عشان على الاقل كنت اوزن معاكم الفراخ، اوزن معاكم البط زي ما كنا دايما بنوزن ايه مع بعض. دي بقى مجموعة فراخ تانية في مكان تاني في عشة تانية خالص. بس دي مجموعة ايه؟ هتقولي لي طب انت ليه مربيه فراخ على مراحل؟ فراخ عمر 3 اسابيع، وفراخ عمر شهر ونص، وفراخ عمر شهرين ونص، علشان دول بيطلعوا لي من الرقد. فالبطه بقى على حسب ما تطلع بقى 20 كتكوت، تطلع 15، تطلع 10 مع شويه بط، على حسب ما اكون رصلها بيت فراخ. فدول ما شاء الله باذن الله برضو اكلتهم، حطيت لهم الاكل بتاعهم، مستنيه بس الديوك اللي جوه تكبر او ما ادخل دفعه الفراخ دي مكان الديوك، ويفضلوا مع البرابر اللي هي اكبر منهم. وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا منهم بقطيع جديد من الفراخ، ويعوضنا خير عن الفراخ اللي راحت، وان شاء الله يكبرهم ربنا يكرمنا منهم. عشان احافظ عليهم بقى على قدر المستطاع بعمل ايه؟ بحط لهم كل 4-5 ايام بتدين بشري في الميه، حوالي شويه كده والله مش بمعيار، في الميه، عشان تطهر معدتهم من اي حاجه وتطهر الامعاء بتاعتهم. وبرضو بستعمل دواء الاطفال بتاع الاسهال من حين لاخر برضو.